مساء الخير. هنشوف دلوقتي احنا بالنسبة للثلاجات ال10 قدم اللي هي ال280 لتر، السعة اللترية بتاعتها اللي هو الشكل البومبي والشكل اللي هو العادي. اقدر اعرف ايه الفرق بين البومبي وبين العادي. البومبي بيبقى الباب بتاعه اهو جاي حرف بومبي، وبيبقى الباب من جوه الشكل بتاعه بيبقى في الرفوف من جوه سلك، الرف في الفريزر سلك، رف سلك من جوه اللي هو الموديل القديم، وفي التلاجة من تحت برضو نفس الرفوف سلك برضو، 3 رفوف سلك، والرف اللي تحت بيبقى اللي هو البلاستيك المقوى، وبيبقى درجين للخضار تحت منفصلين. ده كده بالنسبة للشكل البومبي. بالنسبة للتلاجة اللي هي ال10 قدم الديفروست، وطبعا احنا عارفين الديفروست ما بيبقاش فيه فتحات بتاعة التبريد من جوه بتاعة المروحة اللي هي بتدوب التلج، ودي مكعبات التلج اللي هي موجودة، وده رف السلك اللي بيبقى موجود جوه التلاجة فوق وتحت. يبقى البومبيه اللي هو ال10 قدم الاي 280، الايد بتاعتها بتبقى حفر بين البابين كده اهو من اليمين للشمال، غير اللي هي العادية بقى هو اللي مكتوب عليه ايه، رف سلك كريازي رف سلك. دي السعر بتاعها عامل 1400 14640 جنيه، 14640. نيجي للتانية الموديل الجديد اللي هو الشكل بتاعه بيبقى ستريت مش بومبي. ادي الشكل بتاعه اهو، شكل الباب اهو، فريزر فوق، وادي التلاجة تحت. بتبقى الايد بتاعته بين البابين كده حفر في الباب اهو. ده اللي هو الموديل اللي هو العادي مش بومبي اهو. والفريزر فوق كان في الاولاني، في التاني كانت الرف سلك، هنا الرف البلاستيك اللي هو المقوى اللي موجود في الفريزر فوق، وبيبقى دي مكعبات التلج اللي موجوده جواه. ده كده برضو ونفس الفكره، برضو فكره ان اللي من جوه الفريزر ما فيهوش الفتحات بتاعه المروحه عشان دي عاديه مش نو فروست. برضو نفس الفكره، تحت تقريبا الكابينة واحد في الاتنين، الأرفف بتاعتهم بتبقى نفس البلاستيك، ويبقى برضو الدرج اللي تحت اتنين درج خضار، وثلاث رفوف اللي هو البلاستيك المقوى. وده الزرار بتاع اللمبة، ده بتاع اللمبة جوه، وده هنا الترموستات برضو موجودة في الاتنين. وادي زي ما احنا قلنا الحفر اللي في الباب في الاتنين، اللي فوق الباب اللي فوق والباب اللي تحت. ده الشكل الخارجي بتاع الاتنين اهو. ده الشكل بتاع الاتنين مع بعض من بره اللي هي